يعني احنا كده بثلاث ضغطات بس قطعنا الفيديو بتاعنا وشلنا الحتت اللي احنا ساكتين فيها. بس خلي بالك من حاجة، ممكن تلاقيه واكل حتت صغيرة انت عايزها، فيعني ابدأ اطلع مثلا بالمشهد لو هي لورا، وامسك المشهد وشده لورا عشان يرجع لك الجزء اللي انت عايزه، او العكس لو انت عايز الجزء لقدام، فعشان ممكن ياكل حتة زيادة قدام او ورا. انت يعني شوف انت الفيديو بتاعك بيتكلم ازاي، وشوف الحتة اللي عايز ترجعها رجعها، يعني محلولة معاك برضو، فادك ووفر لك وقت كبير. صحيح. واول مرة انا استعملت الطريقة دي واجهتني مشكلة فيها. المشكلة ان هي كان الاول عايز يحمل الباكج بتاعت الانجليزي عشان يعمل لك الترانسكرايب، فدي اول مرة هتتعبك في القصة دي. فانت هتعمل ايه؟ هتحط الفيديو بتاعك عادي على الادوبي بريمير وهتقول له ترانسكرايب، بس بعديها تروح تفتح ادوبي كرييتيف كلاود وتسيبه يحمل لك الباكج لحد ما تنزل، وهتلاقيه عمل لك ترانسكرايب عادي. هي اول مرة بس هتتعبك ان انت هتعوز تنزلها. لو حصل مشكلة برضه وما نزلتش معاه، حدث نسخة ادوبي بريمير لاخر اصدار.